الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه النهاردة يا صديقي موضوع كبير جدا وخطير جدا، وتجربة على الأرجح ما انصحكش إن أنت تمر بيها أبدا، برغم إنها تجربة مغرية جدا. وعلشان كده واجب عليا قبل ما أبدأ أكتب الكلمتين دول. جملة عرضية قلتها في الفيديو اللي فات بتتكلم عن إن في علاقة ما بين العالم الغيبي أو عالم الجن أو أيا كان هذه العوالم الخفية وما بين تعاطي المخدرات. أيا كان الكلام المقبول عن الموضوع ده، ولكن ده ترجمة حرفية للآية الكريمة اللي بتقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالكلام أيوة النهاردة عن الجن، وبمعنى أدق يا عزيزي المشاهد الكلام عن كشف الحجب بشكل ما، الحجاب اللي عمره ما يتكشف عنك إلا ساعة الموت. النهاردة أنا جاي أقول لك إن في نظرية بتقول إن احتمال كبير الحجاب ده ينكشف عنك وإنت على قيد الحياة وتمر بتجربة موازية أو مشابهة لتجربة الموت، خاصة خاصية كشف الحجاب عن الميت، واللي برضو الآية الكريمة بتقول عنها فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد، بمعنى إن نظرك هيكون فوق الممتاز وبصرك ده هتشوف بيه حاجات ما كنتش بتشوفها وقت ما كانت صحتك معاك أو قبل النزع الأخير من حياتك. ففكرة إن عالم الجن بيشوفونا من غير ما احنا نشوفهم، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، دي هي القاعدة العامة. ولكن أنا جاي أكلمك النهاردة عن الاستثناء، وزي ما قيل يا صديقي العزيز أن الاستثناء يؤكد القاعدة. فالقاعدة العامة بتقول إن احنا ما نعرفش نشوف الجن إلا في حالات خاصة. مبدئيا عايز اقول لكم ان انا بحبكم في الله، وكمان عايز اقول لكم ان انا بعتذر عن التاخير، انشغلت الاسبوع اللي فات اعذروني، ولكن بوعدكم ان انا هصالحكم بمحتوى جميل جدا الفتره الجايه ومفيد وممتع، سيكولوجيه جديده هتبعها في التقديم هتفيدكم وهتفيدني، وربنا يديم الحب والود والافاده، لان خير الناس انفعهم للناس، والحكمه والعلم ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بيها. بس كده ركز معايا، حط سماعاتك لو حابب، خد مشروبك المفضل واقعد في مكان هادي لو حابب تشرب أي شيء، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بس كده ولنبدأ على بركة الله. الحقيقة بتقول يا صديقي إن في طريقة لتداخل العالمين دول مع بعض، ولكن بشكل لا يخل بالتوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه، والحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى فصل بيها ما بين العالمين. اعتقادي الشخصي واللي تقدر تختلف فيه معايا، مش هزعل منك ولا حاجة، هو إن الإنسان بإرادته وبكامل وعيه هو اللي بيفتح للكائنات ديت المجال لأنهم يخترقوا حياته، سواء بإرادته أو بناء على نقط ضعف فيه. إزاي وإيه الفرق ما بين النقطتين؟ هقول لك. بإرادته عن طريق القرابين، ودول هم الجماعة السحرة أو الجماعة المتطلبين للشهرة والمال والنفوذ. وبضعفه عن طريق الانغماس في المعصية والبعد عن طريق الله، وده هو اللي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه فانسلخ من آياتنا فأتبعه الشيطان. وقيل كمان إن الضعف ده بيشمل الإنسان اللي بيأفور في مشاعره، حزن عميق، غضب أعمى، فرح طاغي، كل دي مشاعر بتفتح مجالات ومنافذ طاقية لهذه المخلوقات الشيطانية. وأنا هنا مش جاي أقنعك بوجهة نظري ولا ده مجال التدليل عليها، أنا جاي هنا أتكلم عن حاجة تانية خالص. تجربة خطيرة جدا قالوا عنها إنها بتفتح برزخ ضيق جدا ما بين العالمين دول، ولكنه برغم ضيقه إلا إنه فوق حدود استيعاب البشر. حتى الناس اللي خاضوا التجربة دي بنفسهم ما قدروش يوصفوها بشكل سلس أو سهل، ولكنهم ويا للعجب اتفقوا على نقط محددة. يعني كل اللي خاضوا التجربة اللي هنتكلم فيها النهاردة دي اتفقوا على إنهم راحوا لعالم تاني وشافوا نفس الأشياء تقريبا. وزي ما حضرتك عارف يا صديقي العزيز إن التواتر بيقوي القاعدة أو بيقوي الدليل. لما يبقى واحد روى الحكاية في مكان وواحد تاني رواها في مكان تاني، فده بيقوي فعلا من الرواية، فما بالك من مئات وآلاف رووا نفس الرواية تقريبا عن حاجات هم شافوها بعد ما خاضوا نفس التجربة. فاللي أنا عايز أقوله يا صديقي العزيز إن التواتر ده طريق من طرق الإثبات، والتجربة دي يا صديقي عن طريق تناول مادة اسمها DMT. وأنا النهاردة مش جاي أقولك الكلام النمطي اللي سمعته قبل كده، أنا النهاردة جاي أناقش معاك الموضوع من زاوية تانية خالص. البشر بطبيعة الحال بيستخدموا من خلايا مخهم من حوالي 2 إلى 5% من الخلايا دي، وممكن في أشد حالات اليقظة والانتباه عند الإنسان يستخدم 10% من خلايا مخه.
مش أكتر من كده. باقي خلايا الإنسان 90% دي بتكون عبارة عن منطقة مظلمة زي الكهف المظلم بالظبط. العلماء نفسهم ما يعرفوش وظيفة الخلايا دي إيه، والكلام ده ذكره الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه في واحدة من حلقاته في برنامج العلم والإيمان. الغريب بقى في المادة دي إنها بتخلي 90% الباقيين من خلايا مخك ينوروا. ولك أن تتخيل يا صديقي العزيز إن أشد الناس ذكاء على وجه الأرض بيستخدم بالكتير 10% من خلايا مخه، فما بالك لما خلايا المخ كلها تنور مرة واحدة. والخلايا دي يا صديقي العزيز لحد النهاردة محدش يعرف هي بتشتغل إيه هي القدرات اللي تقدر توهبها لمخك في حالة زي دي. مبدئيا المادة اللي بنتكلم عليها دي بتصنف كمادة مخدرة وممنوعة تقريبا في معظم دول العالم، على الرغم والمفاجأة اللي أنا عايز أفجرها لك النهاردة إن المادة دي مش مادة إدمان، بمعنى إن أنت ممكن تشربها مرة واثنين وثلاثة وبعد كده تبطلها عادي. وأنا هنا طبعا مش بدعوك لأن أنت تشرب مادة زي دي يا صديقي العزيز. أنا قلت لك قبل كده إن التجربة دي تجربة صعبة جدا وما انصحكش إن أنت تجربها، لأن بعد التجربة دي بالفعل بتتغير تماما. المادة دي بصرف النظر عن أماكن تواجدها وطريقة تعاطيها اللي اتهرست قبل كده في فيديوهات كتير أنا مش هتكلم عنها، إلا إن المعلومة اللي أنا عايزك تعرفها إن المادة دي بتتفرز في الجسم بشكل عادي، موجودة في أجسام معظم المخلوقات بشكل طبيعي، وفي جسم الإنسان بالتحديد بتكون في الغدة الصنوبرية، واللي حواليها كلام كتير جدا وأساطير عن إنها العين الثالثة وإنها عين البصيرة وعين حورس، العين المرسومة على جدران المعابد المصرية القديمة واللي بالفعل بتشبهها في رسمها وتركيبها. ولكن ده مش موضوعنا. الغدة الصنوبرية دي بيتكلم عنها بتوع الطاقة، وبيقولوا إنها بتخلي المتدرب من خلال التأمل والمديتيشن والتمارين الروحية يتواصل مع كينونات نورانية، وبيدعوا إن المخلوقات دي ملايكة مع إنها شياطين. المهم إن المادة اللي بتتفرز في الغدة الصنوبرية دي بشكل معتدل بيزيد إفرازها بشكل كبير في 3 حالات: أولا ساعة الولادة مع بداية خروجك من عالم الرحم لعالم الدنيا، وثانيا وقت النوم العميق والأحلام، وثالثا وقت الموت. وفي الحالة الثالثة دي بيكون إفراز المادة دي كبير جدا، وعلشان كده بيكون الكلام فيه ربط بإن فيه علاقة ما بين إفراز المادة دي ساعة الموت وما بين كشف الحجاب عن الميت وقت الموت برضه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اللي هو إطلاع الميت على عوالم تانية هو شايفها برغم إنه مازال لسه وسطينا. أما الحالة الرابعة اللي بيزيد فيها إفراز المادة دي في الجسم هي إنك تتعاطاها، وفي الحالة دي هيحصل لك حاجات كتير وهتعيش حاجات أكتر. الجميع أقروا بأنها تجربة لا توصف، ولكن يا عزيزي المشاهد ويا صديقي العزيز زي ما قلت لك في أول الحلقة في سمات كتيرة مشتركة ما بين كل الناس اللي خاضت التجربة دي. كل اللي خاضوا التجربة دي أكدوا على أنهم شافوا حاجات لا يمكن وصفها. ولكن يا عزيزي المشاهد ويا صديقي العزيز زي ما قلت لك في بداية الحلقة في حاجات أو سمات مشتركة ما بين كل اللي حصل للناس دي. يعني كلهم بعد ما خاضوا التجربة دي حكوا عن حاجات حصلت ليهم كلهم وبنفس الشكل تقريبا. وأول حاجة من الحاجات اللي حصلت للجميع دي هي حالة الإيجو ديث أو ما يطلق عليه موت النفس. كل اللي خدوا المادة دي يا صديقي العزيز في البداية شعروا انهم خرجوا من جسمهم المادي وتوحدوا مع الملكوت، وده هو التجسيد الحي لمبدأ وحدة الوجود. الشخص اللي بيمر بالتجربة دي بيحس ان جسمه ملوش دعوة بيه، خرج من جواه، بيخرج من محدوديته الى الملكوت الاوسع. البعض منهم بيستشعر انه استغفر الله العظيم بقى اله، والبعض منهم بيوصلوا المفهوم ده ولكن بشكل مختلف فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى، مرحلة كبيرة جدا من الاستيعاب لحاجات كانت غايبة عن الشخص ده، فبيحس إنه بيطلع على عالم حجبه عنه الخالق العظيم لفترة كبيرة. ولما بيفوق من المادة اللي تعاطاها دي وبيرجع إلى وعيه مرة تانية بيستشعر إن حياته دي تافهة جدا أمام قدرة الخالق العظيم وما خلق سبحانه وتعالى، وبيستشعر التواضع وإنه من الحكمة إنك ما تضخمش الأنا جواك بإنك تحس إنك محور الكون. تاني حاجة اتفق عليها الناس اللي خاضوا التجربة دي هي التايم ديليشن أو الانزياح الزمني، بمعنى الأبدية. يعني ما بيحسش بالوقت اللي بيمر عليه وبيتخيل إنه عاش الدهر كله في التجربة دي،
برغم انه ما بيقعدش فيها اكتر من 10 او 12 دقيقة بالكتير، ولكنه داخل التجربة دي بيمر باحداث وحاجات بتحصل له ممكن تستغرق عشرات او مئات السنين، وما يقدرش يتخيل ابدا او يستوعب يا صديقي العزيز ان كل اللي مر عليه خلال التجربة دي 10 او 12 دقيقة. فده تاني شيء كل الناس اللي مروا بالتجربة دي شعروا بيه. وتالت حاجة قال عليها الناس اللي مروا بالتجربة ديت انهم استشعروها كلهم، او علشان اكون صادق معاك 70 او 80% من الناس اللي خاضوا التجربة قالوا انهم استشعروا الحالة اللي هقول عليها دلوقتي. والحالة دي بتتمثل في ان الناس دي كلها مروا من نفق ولكنهم ما قدروش يوصفوه. كلهم قالوا ان النفق ده فيه اشكال هندسية غريبة، كلهم قالوا انها اشكال هندسية او شبيهة بالاشكال الهندسية، وكلهم قالوا انهم مش قادرين يوصفوها لانها مش اشكال هندسية. ولكنهم سبحان الله اتفقوا برضو على حاجة زي كده. وبعد المرور من النفق ده بتبتدي الرؤية والاطلاع على العوالم الخفية، والعوالم الخفية دي زي ما قالوا بيشوفوا فيها كائنات كتير واشكال كتير، حتى ان في مجموعة كبيرة جدا من اللي خاضوا التجربة دي، مجموعة تقدر بالمئات او حتى بالالاف، قالوا انهم وعلى سبيل المثال شافوا انسان براس طائر ولابس عباية سودة. كلهم قالوا كده انهم شافوا المخلوق ده وتعاملوا معاه، والتعامل كان بالكلام والحوار والهروب والجري والضرب وكل حاجة. كل واحد فيهم حسب تجربته، عمر مر عليهم خلال التجربة. يعني ممكن يكون عاش مع المخلوق ده داخل التجربة سنين ما عاشهاش في حياته كلها. والأغرب يا صديقي العزيز بصرف النظر عن المخلوق أبو راس طائر ده، الجميع أكد على إنهم شافوا أول ما خرجوا من النفق ده زواحف، خاصة التعابين. وطبعا ما يخفاش عليك يا صديقي العزيز ان الجن بيتشكل في شكل الزواحف، خاصة التعابين، وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر حاجة زي كده. اما بالنسبة للمخلوقات اللي ما هيش زواحف، اللي هي الحاجات اللي احنا قلنا عليها زي الراجل ابو راس طائر ده، فالجميع اكد على انهم من خلال تعاملهم مع المخلوقات دي انها مخلوقات كذابة. ودي سمة برضو معروفة في الجن انهم بيكذبوا، وان الساحر اللي بيستجلب الجن ده بيقولوا له معلومة واحدة حقيقية وبيبنوا عليها 50 كذبة. فدي طبيعة متأصلة في عالم الجن، وده برضو هو اللي كل الناس أكدته خلال التجربة دي، إن المخلوقات دي كذابة. فلك أن تتخيل مخلوقات كذابة على شكل زواحف، أشكالها غريبة، بتكذب، ليها قدرات غريبة، فكل دي صفات من صفات الجن. وأنا مش بدعوك هنا يا صديقي العزيز إنك تأكد على المعلومة أو تربطها عقيدة في عقلك، أنا بس بناقش معاك الموضوع ولك حرية الاقتناع والاستنتاج والتمييز. فهل يا ترى المادة دي فعلا بتشعل أماكن وقدرات في مخ الإنسان بتخليه يطلع على عوالم مظلمة مش بيشوفها الإنسان في حالته العادية؟ والله يا صديقي العزيز ده سؤال بيدعو إلى التساؤل ومحتاج إنك تفكر معايا فيه. خامس حاجة بقى اتفق عليها الناس اللي خاضوا التجربة دي، وهي إن كيفية الرؤية في البعد ده أو في العوالم المختلفة دي غريبة. طريقة الرؤية غير معتادة، بمعنى إن النظر بيكون إدراكي، وإدراكي دي يا عزيزي المشاهد معناها إن أنت ممكن تشوف اللي قدامك واللي وراك في وقت واحد. إزاي؟ ما تسألنيش. ممكن تشوف الطير في السماء والنملة على الأرض برضو في وقت واحد. إزاي؟ ما تسألنيش. نوع من الإدراك الكامل وكأنك بتشوف بالبصيرة مش بالبصر. والغريب يا صديقي العزيز إن الناس دي ما بتكونش في شيء أشبه بالحلم، بالعكس بيكونوا واعيين جدا وعارفين إن هم جم المكان ده أو خاضوا التجربة دي بناء على إنهم أخدوا المادة اللي احنا بنقول عليها دي، مدركين ان هم اللي دخلوا هنا بناء على اختيارهم. المهم يا صديقي العزيز، الشيء الجميل اللي سمعته عن التجربة دي واللي ما تمناش برضو ان انت تخوضها ابدا لانها تجربة صعبة جدا، هو ان الشخص البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى والمحاط بالشياطين، حرفيا الشياطين بيتخطفوه في العالم ده وبيعملوا فيه العمايل وبيفعلوا فيه الافاعيل. والشخص اللي بيكون صالح وصادق مع ربنا سبحانه وتعالى بيكون الموضوع اخف من كده بكتير. ممكن يشوفوه ويبصوا له بحقد ويبصوا له بغل ويحاولوا ويأذوه، ولكنهم في الغالب ما بيقدروش يعملوا حاجة زي كده. ولكن وعلى كل حال الجميع اتفق على ان الرجوع من التجربة دي بيخليه اقرب الى الله سبحانه وتعالى. حتى الملحدين، تخيل يا صديقي ان في عدد كبير منهم اعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى بعد ما خاض التجربة دي، وده من خلال اطلاعه على العالم ده، واللي بيؤمن جدا انه مش مجرد هلاوس. وقت الانسان ما بيحلم بتكون موجات دلتا وجاما نشطة في الدماغ، وقد يكون الحلم او الرؤى بعض اشارات من هذا العالم الخفي، وقد يكون اللي بيتناول المادة دي بتأويله الاشارات دي في الدماغ علشان يطلع بالفعل على العالم ده، واللي محدش بيقدر يطلع عليه فعلا الا لحظات الوفاة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
فيعني الواحد ممكن يقدر يقول ان التجربة دي قد تكون بعض او جزء من الكشف اللي بيحصل للانسان وقت الموت. فده هو الموضوع اللي حبيت اناقشه معاك النهارده يا صديقي. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا باي طريقة انت شايف انها مناسبة ليك. سلام عليكم.